انت بتعملي ايه؟ ايه بقلع. على السلم يا شوقية؟ بقلع فردة الجزمة، رجليا برقت. رجليكي برقت ازاي يعني؟ بقول لك ايه، مش ناقصه استظراف، احسن وديني اطلع على جدتك كل اللي عملته فيا انت واهلك في الفرح. طب خشي بقى لحسن حد من الجيران يطلع يلاقيها بالمنظر ده وتبقى فضيحه. خشي. يا ناس مش قادره اعقلها، مش قادره منطقها. تمنطقيها؟ منطقه ايه دي يا شوقية؟ بقول لك ايه، بطل الرغي اللي انت فيه ده. لك ها، في عروسه كده تدخل بيتها من غير طبله، من غير زفه، من غير رق، من غير شبش. شبش ده كان في الفرح، في الفرح، والحمد لله الليله عدت على خير. ده انا عينيا كانت هتروح من الملح اللي مامتك كانت بترميه عليا في الزفه. نعم، دي ماما كانت خايفه علينا، الحق عليها. ها كنت عايزنا نتحسد، ها كنت عايزنا نتحسد. لا شوقية حبيبتي، قلبي، بصي ننسى كل اللي حصل في الفرح، ماشي؟ ننسى. انسي يا شوقية، انسي يا شوقية، واوعدك ان احنا هنقضي احلى ليله في حياتنا. ماشي يا عم، هنشوف. احلى ليله في حياتنا. شوقية، شوقية، دي قطمة واحدة تقطمها في ليلة فرحها؟ خشي نامي يا شوقية. ايه جعانه على لحم بطني من الصبح. لحم بطنك؟ رومانسية بقى، شوية رومانسية. انت عارفة ان انا مش مصدق ان اخيرا بقينا لوحدنا وان الفرح عدى على خير. عدنا على خير. ما خلاص بقى. ماشي، انا هنسى اللي حصل في الفرح ده ومش هفتق لك النهارده. تفتقي لي؟ وبغض النظر عن انا مش يعني عارف معنى الكلمة دي، لكن ده اسعد يوم في حياتي. وانا كمان. فاكرة اتقابلنا ازاي؟ فاكره، اصله كان من اسبوعين بس. ده كان اسعد يوم في حياتي. انا كمان. خبوني خبوني خبوني. تعالى هنا، لا انا مش هروحك، هخليك ابنك كل. هو ده تامر. قول تحوش يا ابني. اهدي 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 اوعى اهدي. سيبني. لا لو سمحتي احترمي نفسك. يا سافل يا وقت يا منحط. ايوه كده. وسع سيبني. الاب دي خالص. اهدي بقى واحكي لنا، ممكن تحكي لنا ايه اللي حصل؟ نعم الاحول ده خبط لي بالعربيه وغلطان من ساس الراسه، وكمان بيطلع لي دماغه ويقول لي بهايم. عارف البهايم دول يبقوا مين؟ ايوه عارف، البهايم دول حيوانات بتمشي، المواشي. المواشي دول يبقوا. ها بقول لك ايه، تامر ده واد زي الفل ورجوله. وكمان اسمه تامر وبتقول رجوله؟ لا ما هو باين. احنا رايحين السينما، تحب تيجي معانا النهارده؟ طبعا. فيلم ايه؟ كمان ليكوا نفس تروحوا السينما يا شويه فرافير؟ فرافير لا، فرافير لا، ما يغركيش منظرنا، احنا مش فرافير. وانت عادي كده. هدي بقى. وديني ما انا سايباك النهارده. برضه روحتي بالطاسه. وامي قالت فيها بالطين تاني يوم على طول. مين كان يصدق ان احنا نحب بعض بعد كل ده؟ تحبني فعلا؟ وما اتجوزتك عشان ارجع الطاسه؟ ممكن. صحيح، انت عرفت رقم تليفوني منين؟ شوقية، عايزه ايه بالظبط؟ عايزه حق. اللي هو ايه؟ اللي تقدره. بصي انا هجيب لك من الاخر، انت مش هتاخدي مني لا حق ولا باطل. انا محامي وبفهم في القانون كويس. المنطقه دي منطقتي والكافيتيريا دي تحت بيتي،
وانتي لوحدك واحنا 4. انما دموره بيس يو. يعني انا من ايدك دي لايدك دي. والله ما كان قصدي اخبطك بالعربيه. والشتيمه اللي شتمتهاني. لا دي بقى كان قصدي اشتمك. نعم. ما انتي اللي شتمتي الاول. ما انت اللي خبطتني وكمان وقعتني على الارض ووقعتني الكراريس بتاعتي. وانت يعني مش كبيره شويه على موضوع الكراريس ده؟ دي كراريس العيال التلامذه اللي عندي في المدرسه. اصلا انا مدرسه. مربيه. وانت اسمك ايه؟ شوقية مرسي عويس. الله، زي المانجا كده. لا ظريف. لا بجد اسمك ايه؟ ما قلت لك شوقية. ده احلى اسم سمعته في حياتي. وانت بقى اهلك ما لقوش غير تامر ويسموك بيه؟ ده ايه الاسم الفرافيري ده؟ على فكره تامر ده منتشر جدا. الحمد لله مش منتشر عندنا يا اخويا في العمرانيه ولا عمري سمعت عنه. ايه العمرانيه دي؟ نعم. عامل نفسك مش عارف العمرانيه ليه؟ تكونش ناوي تشتغلني وتقولي انك ساكن هنا في مصر الجديده؟ يعني اقول لك ان انا ساكن في العمرانيه وانت تطول تسكن في العمرانيه؟ طب ده احنا عندنا احسن محل بيعمل عصير فيك يا جمهوريه. جمهوريه؟ بختكم. ده انا كنت ناوي اشبرقك واخدك اعزمك هناك. بجد هتعزميني؟ لا خلاص مالكش نصيب بقى، انت اصلا ما تستاهلش. لا استاهل، عشان انا هعزمك دلوقتي. تشربي ايه؟ حلبة بحليب. ايه؟ حلبة بحليب، يعني حلبة محطوط عليها شويه لبن. خلاص ما تزعليش قوي كده. بس انت عارفه ان الشراسه اللي فيكي دي ام سوري يعني الاجرام شكلهم كده مخبيين وراهم رقه وحنيه. لا انت كده ابتديت بقى تخبط في الحلل، انا لازم امشي. استني بس، والله اللي انت شاربه حاجه. طب والله ما انا شاربه حاجه. طب نمرة تليفونك اوصل لك ازاي؟ اديكي التعويض ازاي؟ لا 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 لا، انا ما بقاش على نفسي عوض، وبعدين خلاص حقي وخدته بدراعي. مش هتمشي الا لما اعرف نمرة تليفونك. بص يا ابن الناس، هي كلمه مش هكررها تاني. 010 349 50 20. وعرفت نمرتك بالصدفه. ومن ساعتها بقى واحنا كل يوم بنرغي في التليفون 10 ساعات. لا انت كنت بتديني ميست كول وانا كنت بكلمك. على فكره انا دفعت الفاتوره من يومين. دي كلفتني اكتر من فرح يا شوقية. ما بلاش يا تامر سيره الفرح تاني. صح معاكي حق. بس بقول لك ايه يا تامر، عارف انا اخترتك ليه؟ طبعا عشان رجوله بقى رجوله؟ الله يرحم، ده انت كنت بتجري مني زي الفار تحت الترابيزات. امال ليه؟ اصلي حسيت كده فجأة وانا معاك، وانت عارفني بقى حسيسة قوي يعني، اني كده من غير عواك كده ولا زواق في الكلام، ومش مليطة كده زي الناس المتعنطظة دي. واهم حاجة بقى في الموضوع انه ما كانش فارق معايا خالص. لا اهم حاجه ان الموضوع ما كانش فارق معايا انا. بقول لك ايه، فكك بقى من الحوارات دي. اهم حاجة بقى في كل ده ان احنا عملنا اللي احنا عايزينه بالظبط. طبعا من اول ما انا فتحت اهلي وانتي فتحتي اهلك. يعني ايه تتجوز؟ انت لسه صغير على كده. ماما انا عندي 27 سنه. لازم تقولها في وشي؟ لازم تحسسني بسني؟ اتجوز يعني يا ماما؟ طيب الحمد لله ربنا يخليكي ليا. ان شاء الله الخميس الجاي بقى اخدكم ونروح نكتب الكتاب. اقعد. مين العروسه؟ سلكت. ايه بقى الموضوع؟ من الاخر كده يابا ما ناس علوي قوي. ليه يا اختي؟ واحنا اللي رنا؟ ها اسمها ايه العروسه؟ اسمها شوشو. اصل داليا لما تلاقيش حاجه تاكلها بتتصنت على التليفونات. مين ده؟ ده ابننا هاني يا عبد الرحمن. جبتيه ازاي في السن ده يا رؤية؟ عبد الرحمن من فضلك الزهايمر تعبني خالص. خلينا في موضوعنا. شوشو دي يا مامي دمها خفيف جدا. انت عارفه الاسبوع اللي فات اتعلمت شويه مصطلحات قد اللي اتعلمته في حياتي كلها. مصطلحات فيري جود. تبقى اكيد استاذه في الجامعه. هي استاذه مدرسه ممتازه. وبيشتغل ايه بلا عافية؟ بلا قافية محامي. اوعى يكون محامي نص لبة. لا يا اخويا لبة كاملة. جرى ايه يا سيد؟ يما. ما ترميش اللب على الارض. ياما هيزرع. حلمه وحمصه. وايه تاني؟ وايه تاني يا ماما؟ انت مش محتاجه تعرفي حاجه اكتر من كده صح؟ الخميس الجاي. لا محتاجه يا حبيبي. لازم اعرف مين مامتها، مين باباها، بيشتغل ايه، اخواتها مين، ساكنين فين، عايشين فين كلهم. ابوكي ده صاحب اكبر قهوه في العمرانيه، واخواتك الاتنين بيشتغلوا بتوع دوكو في ليبيا، يعني ناس محترمين. وانا كرجل وطني حبيت اساهم في الدخل القومي. عشان كده ابويا جاب لي ميكروباص
قد الدنيا. أنا لما نجحت في الثانوية العامة ماما دخلتني كلية الآداب عشان أبقى مؤدب. بابي انت مهندس. صح. ومش أي مهندس يا حبيبتي، ده أستاذ دكتور مهندس عبد الرحمن الشعراوي، صاحب أكبر شركة مقاولات في البلد. ومامتك بقى رؤية هانم حافظ، أكبر رئيسة تحرير في البلد. يعني ما ينفعش أبدا نناسب أي حد. والواد ده عرفتيه ازاي؟ حتى يعني هي اللي خبطتك؟ حاجه زي كده. ليه؟ ها؟ كانت بتسوق لوري؟ لا، كانت ماشيه على رجليها. المهم أنا برضو لسه ما عرفتش باباها بيشتغل إيه؟ في السياحه. عنده شركة سياحة يعني؟ لا، هو عنده كافيه جنب الهرم. المهندسين؟ لا، هو جنب الهرم نفسه. اوعى تقول لي انه كباريه في شارع الهرم. استغفر الله العظيم يا ماما، استغفر الله العظيم. على فكره الراجل ده راجل محترم جدا. خلاص نروح الكافيه ونشوف. لا، مش هينفع لان هو مش بيقعد فيه ستات. ليه مش بيقعد فيه ستات؟ يعني هو بيخدم كاتيجوري معين من الناس. قهوه. قهوه؟ بلدي، يعني معلم ومعسل وشيشه وحلبه بحليب. نو سي با بوسيبل. معقوله ناس تقولي ان اخوها بيسوق تاكسي؟ لا، اخوها بيسوق ميكروباص يا مامي. ميكروباص؟ يعني ايه؟ يعني باص بس صغير شويه يعني. وايه كمان؟ اتحفني. اخته بقى في الجامعه الامريكيه. ايه ده؟ ازاي يسيبوا اختهم تسافر امريكا لوحدها؟ لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. الجامعه الامريكيه اللي في الفلك يا سيد. ايه ده؟ احتلونا؟ انا شفتها في الجزيره وكدبت عينيا. وام دي بقى ايه؟ طلع فيها ومناخيرها في السما. انا ما شفتهاش يا ماما، بس من كلام تامر عليها يعني واضح انها ست كويسه، بتشتغل صحفيه كبيره. ما شاء الله ما شاء الله، يعني كملت تعليمها. اسم الله. طب ما انا متخرجه من ثالثه ابتدائي. دكار، انا حاجه معاك، ومش انا بس، انا وباباك واخواتك كلهم. عشان لما نقعد احنا وهي في مكان واحد، هي وباباها واخوها سواق التاكسي ومامتها، تعرف الفرق اللي بيننا وبينهم، وتعرف كمان ان الجوازه دي امبوسيبل انها تتم. مبروك يا حبيبي، مبروك يا رؤية، ده أسعد يوم في حياتي. اهو بقى موافق اهو. لا طبعا مش موافق. اتفضل. تدخل حقوق ومجموعك يدخلك هندسة، وبعدين أنا مش عايز أغصبك على حاجة. يا بابا انا بقول لحضرتك انا عايز اتجوز. ما أنا كمان كنت عايز أتجوز، رحت لماما وقلت لها يا ماما أنا عايز أتجوز، وحاسس إن رؤية دي ممكن تعمر معايا، ومش معنى إنهم ناس أقل مننا يعني ما تنفعش زوجة مناسبة. قالت لي لأ لأ اوعى، دول ناس بيئة. كذب كذب طبعا، ما كانش الفرق كبير ابدا بينا. وبعدين مامتك كانت ست لا تطاق. ولما رحنا نزورهم في بيتهم على التلفزيون، عبد الرحمن ادخل جوه. بابا لازم يجي معانا الخميس الجاي. أنا جاي. فين؟ ريحتها حلوه قوي، حتى كالونيا شبه الكالونيا اللي انت بتحطها يا سيد. ست انكرويابل. معقوله البارفان بتاعتي انا اللي جايباها من باريس ده يبقى عنده زيها؟ شمميني كده. ايه ده ياما؟ دي مضروبه ياما. مضروبه؟ مضروبه. جنان ده ولا ايه؟ ولا مؤاخذة بقى، ما قلتليش حضرتك مهندس ولا مهندس لا مؤاخذة في حتة تانية؟ لا أنا مهندس يا عمي، وجاي طالب إيد بنتك رؤية. نعم أخويا. ايه ده؟ لا، بابا استاذ دكتور مهندس، كان بيدرس هندسه في الجامعه. يا سلام، يا سبحان الله، يا ما شاء الله ما شاء الله، التلاتة مدرس واستاذ ودكتور. على كده الضرايب هرياكو. امال العروسه فين؟ يا ابني مستعجل ليه؟ احنا لسه تعرفنا على بعض. عيانه، عندي سكر، عندي ضغط. يا اختي بلا دكتور بلا هم، انا هقول لك وصفه ما تخرش الميه، هخدمك خدمه العمر.
تجيبي شويه بردقوش وشويه حبه البركه وتحطيهم في منديل ابيض وتتعصبي بيهم، هتقومي الصبح زي القرده. انا قرده؟ لا لا يا اختي، ما اقصدش انك انت زي القرده، انت شبه القرده، لا قصدي يعني تبقي زي القرده. على كل حال اطمني يا حاجه، ربنا ما خلقش ده من غير دواء ابدا، كل حاجه وليها تصريفه. كلام الحاج صح. بص حضرتك، انا كان عندي كالو هنا اهو، ما كانش له علاج خالص. حلو قوي، شويه ميه بملح قضوا عليه. خلاص يا استاذ سيد خلاص. اسبوع حضرتك ورجع تاني. امال العروسه فين؟ ايه العروسه؟ ما شاء الله ما شاء الله يا اختي يا ارض احتفظي عليكي. اقعد يا عبد الرحمن. اقعد يا بابا، اقعد يا بابا. اتفضلي يا ماما. ما تقوليش يا ماما، مامتك اهي. يا اختي وانت طولي. احنا ان شاء الله بقى يا عمي هنيجي الخميس الجاي ونجي لكم يعني نكتب الكتاب. تامر اسكت خالص. انا مش عارف ايه الشباب المتصربع ده. ما تسمع كلام الراجل. واجب يا معلمي. البت دي جدعه. ايه ده، انت تهرج معايا ولا ايه؟ شمس بس نفيسه. ايه في ايه يا نفيسه؟ نفيسه المدام بتاعتي، باخدها معايا في الخناقات يعني كده. ما تزعلهمش، دول هيبقوا نسايبنا. مش هنبقى نسايبكم ابدا، الموضوع خاضع للاتفاق، وواضح ان احنا كسيت امبوسيبل ان احنا نتفق معاكم. طبعا يا ماما بتهزر، احنا ان شاء الله هنتفق يعني على كل حاجه. بس يا تامر، ايه اللي بس عماله بتبسبسي من الصبح، ده حتى ما دقتش بق شربات، ده انا نقعان الصبح في الصفيح. ايه ده ايه نقعاه في الصفيحه وحطي فوق راسك برطوش وهتفوقي وتبقي زي الفل والكلب بتاعك انت. انا لازم امشي يا حبيبتي امشي، هو حد ماسك فيكي؟ ممكن حضرتك تجوزني رؤية بنتك؟ رأيك مين انت كمان؟ هي حبيبتي خلاص انت بتسوق الماتش ده ليه؟ يا راجل بالك وحياتك حهاني. وبعدين لو اتجوزنا حياتنا هتفضل على طول كده؟ احنا ان شاء الله هنقدر نواجه اي مشاكل، بس نتجوز. شكلك طيب وشاريني قوي. انا مستعد ادفع فيكي نص عمري والنص التاني هعيش معاكي بيه. ما انا برضه مش معقول عمري كله هيضيع هدر. طب بقول لك ايه، هدخل بقى اغير واجيب. لا استني، انا من زمان كان نفسي اعمل حاجه يوم ما اتجوز. ايه بقى؟ شوقية روحي غير يا شوقية. شوقية